أهلا وسهلا بكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم مباشرة من قناة كورة وبس. وإلى أول الأخبار. جوهرة ريال مدريد يدخل اهتمامات يوفنتوس. يستعد نادي يوفنتوس لإطلاق محاولات للتعاقد مع لاعب خط وسط مفتاح هذا الصيف. وتقول صحيفة إيطالية أن يوفنتوس ينوي طرق باب الليغا الإسبانية خلال سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع لاعب بارز، وأوضحت أن من بين هؤلاء لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش وقائد برشلونة أنيستا، في حين أن جيمس رودريغيز لا يزال قيد النظر. رسميا أردو توران يعلن اعتزاله اللعب دوليا. أعلن نجم برشلونة أردو توران اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب التركي بشكل رسمي بعد الأزمة الأخيرة التي خلقها باعتدائه على أحد الصحفيين خلال رحلة عودة بعثة المنتخب من مقدونيا صباح يوم الثلاثاء، والتي تسببت في تسريحه من المعسكر. وظهر أردو توران في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء حيث أعلن اعتزاله قائلا: لقد قمت بتصرف خاطئ أثناء تمثيلي لمنتخب تركيا، لم يكن علي أن أقوم بما قمت به، وأعتقد أن وقتي انتهى رفقة المنتخب. وكان أردو توران قد اعتدى بالضرب والشتائم على الصحفي على متن طائرة بعثة المنتخب التركي العائدة من مقدونيا بسبب ما نشره الصحفي لأخبار مغلوطة حول مطالبات لاعب المنتخب التركي لمكافآت إضافية من أجل خوض مباريات تصفية كأس العالم. ونأتي إلى الخبر الأخير. موراتا المرشح الأبرز لتعويض إبراهيموفيتش في اليونايتد. أصبح ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الأسباني اللاعب المفضل للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة بأن مورينيو يركز جهوده على التعاقد مع ألفارو موراتا من أجل تعويض السويدي إبراهيموفيتش الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته، وسيقدم 70 مليون يورو نظير حسم الصفقة. وشكرا لكم لطيب المتابعة. كان معكم من تقديم النشرة جاسم بن يعقوب، وأراكم على خير وفي أمان الله.